اهلا بكم في فيديو جديد من كورس فوتوشوب 2021. يلا بينا نبدأ. لازم اعرف ان انا عندي 4 ادوات للتكست. انا عندي 4 ادوات للكتابة: horizontal type tool، vertical type tool، vertical type mask tool، horizontal type mask tool. الاداة بتاعت horizontal type tool والvertical type tool بيدوني كتابة. طيب الvertical type mask tool والhorizontal type mask tool دول بيدوني selection على هيئة كتابة. هاجي مثلا على أداة ال horizontal type mask tool وابتدي ان انا اكتب فوتوشوب واجي اختار بالكنترول وابتدي احرك. ممكن اغير في الاعدادات بتاعتي وممكن اتحكم في عدد حجم التكست، ممكن احركه وانا ضغط كنترول. بمجرد ما انا اضغط كونفيرم هيبتدي ان هو يتحول الى سيلكشن. وبنلاحظ برضو في قائمة اللير ان هو ملوش اي لير او اي وجود عندي هنا. انا عندي هنا برضو التايب تول. التايب تول دي ممكن اتحكم في اللون بتاعها كده مثلا، وابتدي اتحكم في الاعدادات بتاعتها كده مثلا، وممكن اتحكم في الحجم بتاعها. ممكن اتحكم في النص ولا في الجنب ولا في الجنب الشمال، واجيب كده مثلا. ممكن اتحكم في الاعدادات بتاعتها. ممكن اتحكم عن طريق ان انا اعدل في الستايل بتاع الكتابة، هل هو حرف، اتحكم في عدد، هو يعني ممكن اتحكم بزاوية لبره او لجوه كده مثلا. عندي كل الحاجات دي اشكال اتحكم او اعدل فيها الكتابة بتاعتي. ممكن كده مثلا اقول له اوكي. طيب لو انا مش عايز الورب تكست بقول له نون واضغط اوكي. طيب هنا برضو بقدر اتحكم في كل حاجة تخص الخط بتاعي. ممكن اقول له بولد بالشكل ده، وممكن اخليه مايل. وبعد الاعدادات برضو هنا نوع الخط، عندي هنا المسافة لو في كلام تحت الكلام، عندي هنا المسافة بين الحروف، وعندي هنا اكبر الخط او اصغره. هنا يعني المسافة من شمال الكلام، هنا زي ما اتفقنا المسافة بين الحروف. هنا الكلام نفسه يعني الحرف نفسه يعرض يتمط معايا بالشكل ده. طيب وعندي هنا لو هغير المكان لفوق ولتحت، مكان الكتابة نفسه، أنا عندي حاجة اسمها البروبرتيز. البروبرتيز دي ممكن أتحكم عن طريقها في الكتابة. طيب عندي أول حاجة الترانسفورم والعرض والارتفاع والزوايا، وممكن أعمل ريفلكت للكلام ده، ممكن أعمل ريفلكت برضو من فوق ومن تحت. طيب ممكن عندي في الكاركتر ان انا اتحكم في الكالر او اتحكم في الحاجات دي. وعندي برضو بعد الكاركتر عندي الباراجراف اللي هو اتحكم في النظام بتاع الكتابة. وممكن اتحكم في الكتابة نفسها اللي هي كابيتال ولا سمول ولا مرفوعة الأس ده. ممكن اتحكم اللي هو الكلام يبقى صغير من تحت. ممكن اتحكم في ممكن اعمل عليها الخط. طيب نوع الخط ده مش نافع انه يبقى فيه خط.
وليكن مثلا الخط ده، الأداة دي بتستخدم في الأوفرز وفي السيلز، في العروض مثلا لو هعمل عروض. طيب وعندي convert to frame ولا اوكي. طيب اللي هو ممكن اسقط جواها صورة، وعندي ممكن convert to shape هتتحول لي كلها انكور بوينت، ممكن اعدل على الانكور بوينت كده. طيب تعالوا كده نشوف الامر بتاع convert to frame واقول له اوكي. يبقى انا هنا ممكن اسقط جوه الكلام ده صورة اللي هي الأداة دي. هنبتدي مثلا نجيب الصورة، عندي مثلا الصورة دي اجي انزلها جوه. انا عندي الصورة دي مثلا لو جيت خليتها جوه الصورة كده جوه التكست، ممكن اتحكم في حجمها برضو واقول له انتر. بعد ما سقطت الصورة جواها، نفس فكرة الكليبنج ماسك، اصغر او اكبر الصورة كده مثلا واقول له انتر. يبقى فكرة الفريم ده ان هو ممكن يعمل لي صورة من جوه الفريم او جوه التكست اللي معمول على شكل فريم. طيب انا عندي هنا مثلا ممكن اعمل الفريم ده واجي اسقط جواه الصورة واخليها جواه بالشكل ده، وممكن اصغر حجم الصورة واقول له انتر كده مثلا. طيب وعندي برضو الفريم التاني ده شكله مربع، ممكن اسقط برضو جواه الصورة واصغرها كده مثلا، او عايز جزء معين منها واقول له انتر. الكتابة عندي نوعين، اول نوع اللي هو بكليك وبكتب كده، بعد كده ببتدي ان انا اظبط اسم نوع الخط، اسم الخط وباقي الاعدادات بتاعتي. طيب والنوع التاني اللي هو بكليك ودراج، بحدد الاريا او المنطقة بتاعتي اللي هعبيها او هملاها بالكتابة، وابتدي ان انا برضو اعدل على المساحة بتاعتها كده مثلا، واقول له دي المنطقة اللي انا عايز املاها كتابة. بعد كده ابتدي اظبط الاعدادات بتاعتي كده مثلا، واقول له مثلا عايز الخط ده على 24، وممكن برضو اظبط في الاعدادات دي او موجودة عندي هنا في الباراجراف. فانا ممكن اعدل بكذا طريقة. تعالوا كده نعرف حاجة تانية عن التكست. هل احنا ممكن نعمل الشكل ده مربع؟ ينفع. هل ينفع مستطيل؟ ينفع طبعا. طيب زي ما انا حابب ان انا اشتغل ممكن اصغر شوية. طيب هل الكلام ده ممكن ينفع دايرة؟ طبعا ينفع. لو انا جيت عملت دايرة بالاليبس بس مش شيب، لا هخليها باس، وابتدي ان انا ارسم باس هنا مثلا. لو انا جيت مثلا بعدات الكتابة هنا بره حاجة جوه حاجة، وعلى على الشيب نفسه حاجة تانية. طيب ممكن هو وعلى الشيب كده ممكن اخليه لجوه، وممكن اشتغل على جوه الدايرة نفسها وابتدي اصغر الكلام ده. وابتدي مثلا اشتغل على نفس الدايرة وابتدي اظبط المسافة بتاعتي. طيب كده مثلا هو ظبط لي الكلام على شكل الدايرة. وليكن كده مثلا. طيب تعالوا كده نشوف حاجة تانية. ابتدي ارسم دايرة تانية وهنكتب
على نفس الدايرة. طبعا المسافة هنا كل لما اغير حجم الخط هتبتدي ان هي تتحرك. ممكن اخلي الكلام ده بره زي ما انا عايز. طيب لو هو لجوه او لبره طبعا ممكن اغير في البداية والنهاية زي ما انا عايز. هو كده اللي جوه. طيب ممكن اخليه لبره ولجوه او لبره او على الدايرة نفسها. ممكن تعمل اي شكل انت حبه. الموضوع سهل بس لازم تجرب مرة واتنين هتلاقي الموضوع فرق معك. طيب دي مثلا لبره. تعالوا كده نجرب واحدة تانية. هنخلي الكلام من جوه. ممكن اتحكم في حجم الخط نفسه خليه اكبر. طيب لو انا عايز اتحكم في الكلام ده من جوه كل اللي عليا ان انا هعمل سيلكشن كده، احدد الخط واخليه من جوه، اضغط كنترول وابتدي احدد لجوه. طيب كده عندي الكلام من جوه الدايره وكده عندي الى بره الدايره. كده احنا وصلنا لنهايه الفيديو. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، ولو حابب تسأل على اي حاجه اكتبها لي في الكومنتات وانا هرد عليك في اسرع وقت. شكرا.